ديال التسويه ديال التوعيه او المفاهمه ما بيني وبين مديريه الضرائب. اول حاجه الناس اللي عندهم الفلوس في الديور ديالهم بمليار 3 المليار 400 مليون 500 مليون، حيت خدرات الهضره ان فعلا هذا الويكاند هذا خدموا لينا الابناك وكذلك من الخزينات العامه ديال المملكه خدموا كاملين. في الوقت اللي كنكونوا محتاجينهم كنلقاو لي كيشي كاملين خاويين، في الوقت اللي كيحتاجوا انهم يجمعوا لنا الفلوس كتلقاهم كاملين خدامين مزيان. انا باش ندخل معكم بشكل مباشر وما نبقاش نطول عليكم ولا نعطيكم مثلا ولكن راه ما كاينش قانون، ما كاينش قانون كيمنعني انني نخبي فلوسي في الدار مهما كانت القدره ديالها. ما كاينش قانون صريح واضح كيمنعني نخبي الفلوس في الدار. ثانيا، واش كلشي عنده الفلوس اللي عنده 4 المليار 5 المليار في الدار واللي عنده 2 المليون في الدار ديال الدرهم وعنده واش يمكن ليه يخلص؟ لا، راه ما عندكش حق تخلص. راه ماشي كلشي عنده الحق يخلص ديك 5%. اللي معنيين بديك 5% راه واضحين، هما الناس اللي مستعملين، وماشي غير الناس اللي عندهم الفلوس، راه حتى الناس اللي عندهم الاملاك راه حتى هما خصهم يخلصوا قبل غدا، اليوم قبل غدا. انا نشرح لك. نورمالمون انا عندي واحد 200 مليون في الدار، هذيك 200 مليون او مثلا 200 مليون في الدار مخبيها وما عنديش عليها شي اثبات انا مين جاتني، محطوطه عندي في الدار ولكن ما عرفتش مين جاتني ماشي تجاره ما مخلصاش عليها الضريبه، ما مخلصاش عليها الضريبه ماشي جايبها من شي بلاصه معينه. وغنصرح لك بالخشيبات هاد الطريقه هذه ديال الخلاص من غير داكشي اللي كيقول لك الناس الزليجه. راه الناس دايرين الزليجه ولكن راه جايبين حلال وعارفين عليهم ما غيخلصوش عليها 5%، ولا رباو ولادهم ومشاو لبرا ومصيفطين لهم الفلوس مثلا وكيجمعوا الفلوس. اسمع، راه كاين بزاف ديال الناس غلطوا وكاين بزاف ديال الناس غيخلصوا 2 مرات، وكاين بزاف ديال الناس مخلصين وما معنيينش ومشاو كيخلصوا، لان ما غاتمشي للبنكه تقول لهم بغيت نسول وضعيه واش تجي لهم فلوس، راه غيخلصوا 5% ويعمروا لك الورقه ويصيفطوها لمديريه الضرائب. واللي ما مخلص كون اكيد حتى هو غادي يتحكم حكم. ماشي كلشي ولكن كاين واحد من 1000 ولا واحد من كل 500 لا طاحت عليه مديريه الضرائب راه غادي تبهدلوا، وماشي 37 كما كيروجوا لكم. كون اكيد الا داروا لك 37 غيكونوا رحيمين بك، لانه يمكن لي يديروا لك 37 ويزيدوا يتابعوك بالتهرب الضريبي. تيقول لك مثلا عندك 200 مليون، الا خلصتي على 37% بلاصه ما تخلص 10 المليون على 200 مليون تولي تخلص 74 مليون الا خلصتي 37% تقريبا. وعادي يديروا لك التهرب الضريبي، مع العلم انني انا نفس الشخص عندي 200 مليون جاتني من الناس. مثلا غنمشي معاك، انا عندي واحد الاخ ديالي عايش في ميريكان، مخلص مزيان، خدام صالير واعر، كيصيفط للوالده واحد 7 مليون كل شهر، كتشدها كتخبيها على مده ديال مثلا هاد 5 سنين. 7 مليون في 59 شهر غتعطيك مثلا واحد 400 مليون مثلا، او 413 مليون بالضبط. هاد 413 مليون الا مشينا نخلصوا عليها غادي تاخذ من عندك البنكه 5% من هاد 413 مليون. ولكن انت ماشي معني باش تخلص ديك 5%، لانك مخلص عليها الضريبه. ابار انه مدخل لي العمله الصعبه لبلادي نافعني، راه الضريبه مخلصه، راه موخوذ من الضريبه، لان الضريبه موخوذه من عندك الاجير، وملي دخلتيها البلاد راه تجي استيفات الضريبه ديالها ودخلات. علاش غتمشي تخلص 5%؟ الله يجعل تكون عندك حتى 20 مليار ما تخلصش 5%، لانها عندها الضريبه. انا عندي 4 المليار، عندي 4 المليار. وباش نزيدكم واحد المعلومه مهمه الناس راه ما عارفينهاش، هذوك اللي كيقول لك بحال واحد شوف في يوتيوب واحد المقطع قال لهم خاص الناس اللي عندهم الزليجه اللي في الابناك ما معنيش. لا، راك معني، واخا عندك فلوسك في البنكه، عندك صحابك راه عندك فلوسك في البنكه راه ما معنيش. الناس اللي عندهم في البنكه 200 مليون 100 مليون 18 مليون 30 مليون 40 مليون 50 مليون 2 المليار 3 المليار، وكيدخل لك من شي بلاصه ما بيناش ما مخلصاش عليها الضريبه، سير خلص عليها الضريبه، لانك انت معني. ما تقولش انا راه في البنكه ربحت، راه بالعكس اللي في البنكه اكثر من الناس اللي في الدار، لان مديريه الضرائب ما عرفاش شكون في الدار اكثر من اللي عرفا شكون اللي في البنكه. انا عندي 4 المليار في البنك، ما جايبها حتى شي حاجه، ضربتها بورثه، عندي ورثه ورث من با ولا من جدي ووصلتني في حقي 4 المليار عندي في البنكه، حاطه في البنكه ولا حاطه 200 مليون في الدار فيها، ولا اخلص عليها 5%. غنمشي نخلص اليوم قبل غدا نمشي نجري، الا مشيت نجري غياخذها من عندك غيخلصوها، لا لانهم خصهم يدخلوا ما عارفينش الابناك غياخذها من عندك. ولكن في القانون ما خصكش تخلص. انا شوف، اي فلوس عندكم مهما كانت القيمه ديالها، مهما كان الحجم ديالها، مهما كان القدره ديالها، ما غتخلصش عليها الا كانت عندك لاجيستيف مين جبتيها، لانه كاينين الناس تجار كيديروا التجاره مع بعضياتهم، كيدخلوا ويخرجوا. راه خلعتوا المغاربه، كيخلعتوا الشباب على الزواج بالطريقه البائسه ديال كلامكم والهضره وقول قول 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 قول، ما عنده حتى مستوى ديال ثالث ابتدائي، تحضيري ساقط فيه 4 سنين، وكيبدا يهضر لك بواحد الجرأه وبواحد الامكانيات تقول هذا السيد هذا هو الجواهري د زمانه، هو اللي كيطبع لنا في الفلوس، هو اللي كيسيني